النهارده هنتكلم عن الثانويه العامه. عارفه ان بقالي فتره طويله جدا ما اتكلمتش عن ثانويه عامه، وناس كتير جدا بتقول لي انت ليه بطلتي تتكلمي عن الموضوع. فالصراحه مش عارفه ليه، ولكن ان شاء الله انا يمكن قصرت مع الدفعه دي شويه، ولكن ان شاء الله مع الدفعه اللي بعدها اتكلم في الموضوع بشكل كبير، من اول ما تختاروا مدرسين لحد ما تاخدوا الامتحان ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن ازاي ان احنا نذاكر في ليالي الامتحان، وايه التيبس اند تريكس اللي المفروض تخلي بالك منها انت وفي ثانويه عامه اثناء ليالي الامتحان بتاعت كل ماده. التيبس اللي انا هقولها لك في الفيديو ده مهمه جدا، لازم تاخد بالك منها اثناء ليالي الامتحان علشان ما تضيعش كل التعب اللي انت تعبته، وكمان هيقلل من التوتر وهيهدي الحاله النفسيه بتاعتك جدا. بس يلا نبدا بالفيديو. بقية النصايح اللي انا هقولها في الفيديو ده بتتكلم شويه عن التوتر والقلق، لان دي من اكتر الحاجات اللي بتواجه الطلبه بتوع ثانويه عامه، مهما كان شاطر، مهما كان ما بيخافش، مهما كان ما بيتوترش، فهو برضو بيبقى فيه في قلبه كده خوف، اللي هو انا مش عارف انا داخل على ايه، مش عارف مستقبلي مخبي لي ايه. فالتوتر ده بيكون في قلوبنا كلنا حتى لو انت مش عايز تقول ده. فالتبس اللي انا حبيت ان انا اتكلم عليها في الفيديو ده بتتكلم عن التوتر وازاي نتخلص من التوتر ليالي الامتحان على قد ما نقدر، نبقى على الاقل هاديين، نقدر ان احنا نحل كويس وما ياثرش التوتر والخوف على درجاتنا. بجد التوتر ده بيضيع ناس كتير جدا، في ناس لدرجه ان الخوف والتوتر اللي بيبقى عندها ما بتبقاش قادره تحط قلم في الورقه، وممكن مستقبلها يضيع وكل تعبها اللي تعبته خلال السنه يضيع بسبب التوتر والخوف. اول حاجه لازم تنام قبل الامتحان، مفيش حاجه اسمها هطبق لغايه الامتحان. انت بالنسبه لك او في دماغك انك هتطبق علشان تحاول تخلص على قد ما تقدر من المنهج، ولكن احب اقول لك انك مهما خلصت المنهج 20,000 مره هتلاقي حاجات جديده، وهتلاقي حاجات مش عارف حلها كل ما بتيجي تحل، وده طبيعي. يعني انا كنت فاكره ان انا بقى في ثانويه عامه هكون داخله الامتحان ب100% مذاكره، ب100% حل، ما بغلطش في ولا سؤال، ولكن للاسف ده ما بيحصلش. لغايه ما هتكون داخل لجنه الامتحان هتكون في حاجات مش بتثبت في دماغك، وكمان هيبقى في اسئله بتغلط فيها، فما تجيش على نومك بالسبب ده، لان بجد انك ما بتنامش ده بيزود التوتر عندك بشكل كبير جدا، وكمان هيخليك تغلط غلطات كتيره بدون اي داعي، اللي هو بتغلط في حاجات بسبب انك مش واخد بالك، بسبب انك مش نايم كويس. وطبعا زي ما احنا بنبقى عارفين ان احنا يمكن في ثالثه ثانوي مش زي اولى وثانيه ثانوي، اللي هو احنا اولى وثانيه ثانوي عادي، يعني اللي هو بنخش ونمتحن ونطلع، ممكن نكون مش نايمين اسبوع قبلها وعادي، يعني بنغلط اكيد، ولكن الغلطه ما بتكونش كبيره، يعني اللي هو خلاص غلطت ماشي اوكي عادي. لكن في ثانويه عامه الغلطه معاك بتفرق، فلازم تكون نايم كويس علشان ما تغلطش غلطه بسبب انك مش مركز، بسبب انك ما نمتش كويس. ولكن في مشكله بتواجهنا تقريبا كلنا في موضوع النوم ده في ليالي الامتحان، الا وهو التوتر. يعني بنبقى من كتر التوتر مش عارفين ننام اصلا. فالحل في الحاله دي هو ان انا كنت بعمل ايه بقى في ثانويه عامه علشان انام على قد ما اقدر بدري وانام نوم كافي. كل اللي انا كنت بعمله ان انا كنت بنام بدري اليوم اللي قبلها، وبصحى الساعه 5 الفجر، وببقى قاعده صاحيه من 5 الفجر لحد الساعه 9 بالليل بذاكر وبس. وما كنتش بنام خالص، نومة العصر دي بسبب التعب وبسبب الارهاق اللي انا كنت فيه، وبسبب ان انا كنت بذاكر الفتره دي كلها بدون اي نوم في النص، فده كان بيساعدني بشكل كبير جدا ان انا انام بدري في اليوم اللي قبل الامتحان. تيب رقم 2 بقى، دي انا كنت بعملها في كل المواد في ثانويه عامه، وما زلت بعملها الى الان، وبجد ساعدتني بشكل كبير جدا علشان بتخفف عليا كتير. فكنت انا دايما انا وبراجع وبلاقي مثلا حاجه حسيت ان انا ممكن انساها، ما بتثبتش قوي في دماغي، فعلى طول بجيب الورق وببدا ان انا اكتب المعلومه دي، بحيث ان انا بكون معايا ورق مجمع فيه كل المعلومات اللي انا خايفه ان انا انساها او بتلخبط فيها. وبجد هي دي الكراسه اللي انا بستخدمها لمراجعه ليله الامتحان. الكراسه دي بجد من اكتر الحاجات اللي ساعدتني بشكل كبير جدا ان انا اقلل من التوتر. بكون مجمعه كل الحاجات اللي بتلخبط فيها، ببقى عارفه ان انا هراجع ايه ليله الامتحان، وقبل ما اخش اللجنه هكون براجع ايه بالظبط. فاعملوا الكراسه دي بجد بتفيدكم جدا. النصيحه الثالثه بقى الا وهي التشتت. ناس كتير جدا بتبقى داخله على ليله الامتحان لسه عماله تدور في الجروبات، وايه يا جماعه المهم وايه الجديد، وطلبه من هنا عمالين يبعتوا لك حاجات مهمه، وطلبه من هنا بيبعتوا لك حاجات مهمه، والمدرسين بيبعتوا لك حاجات مهمه، وهتلاقي نفسك كده دخلت في دوامه مش عارف تطلع منها خالص. لان بجد في ناس كل واحد بيبعت الاسئله الصعبه، الاسئله اللي وقفت معاه، اللي يقول لك ان السؤال ده مهم وهو اصلا ما يعرفش مهم ولا لا، وكل الحاجات دي بجد هتخليك تحس بالتوتر والخوف، اللي هو انا ليه مش عارفه احل الاسئله دي، طب الاسئله دي مهمه انا ازاي مش عارف احلها. لازم بجد ليله الامتحان تكون محدد كل الحاجات اللي انت هتعملها بالظبط. يعني هتراجع من كتاب كذا، هتراجع ايه بالظبط،
هتحل من فين، مين المدرس اللي هتسمع له. وبلاش انك تركز مع المشتتات، وانت ما تحاولش تفتح ودانك لاي حد، اطلع من اي جروبات بتشتتك، ما تاخدش اي مراجعات من اي حد، هو بس من المدرس اللي انت بتثق فيه واللي بتراجع معاه. مالكش دعوه بالتسريبات والاخبار اللي بتطلع كل شويه، مالكش دعوه بكل الحاجات دي. كل الحاجات دي بجد بتكون غلط وما بتكونش ليها اي اساس من الصحه، وما بتعملش اي حاجه غير انها بس بتوترك زياده اكتر ما انت متوتر. فابعد عن كل الحاجات دي، خليك في نفسك وبس ليله الامتحان، ومع الحاجات الاساسيه المهمه اللي انت فعلا بتراجعها، الحاجات اللي انت بتنساها، وكمان الاسئله المهمه اللي جات في السنين السابقه في امتحانات ثانويه عامه، والاسئله اللي بعتها لك المدرس. هم دول بس اللي تركز عليهم، ومالكش دعوه باي حد تاني. النصيحة رقم 4 ودي مهمة جدا، هو ان انا كنت قريبة جدا من ربنا الفترة بتاعة الامتحانات. على فكرة مش عيب خالص ان الواحد يكون قريب من ربنا اكتر في فترة الامتحانات، بالعكس يعني دي حاجة حلوة، ان كل ما الواحد يكون حاسس ان هو عايز ربنا فبيلجأ له، دي حاجة مش وحشة خالص. الوحش هو طبعا ان هو الواحد يسيب ربنا كل السنة ويجي بس يعبده اثناء الامتحانات، لا مش بقول كده. الواحد كان بيتقرب بربنا بشكل كبير جدا ليالي الامتحان، وكان بيضاعف فعلا العبادة، وكان بيدعي كتير قوي. يعني انا كنت الحمد لله بدعي كتير جدا جدا جدا. واي حاجه انت حاسس بيها ادعي بيها، يعني لو انت حاسس مثلا ان في خوف جامد عندك او توتر جامد عندك، ادعي ربنا ان هو يهدي قلبك. او حسيت مثلا انك بتذاكر كتير بس في نفس الوقت ما بتحصلش كتير، ادعي ربنا ان ربنا يفتح عليك فتوح العارفين، وانك تحفظ اسرع. اي مشكله عندك ادعي ربنا ان هو يقف جنبك ويحلها لك، وابدا انت اشتغل على نفسك وابدا حاول حلها. فدي بجد من اكتر الحاجات اللي هتساعدك انك تقلل من التوتر اللي موجود عندك. النصيحة رقم 5، ابعد عن اي شخص بيتوتر وبيوترك معاه. بجد الناس اللي حواليك هم اكتر ناس ممكن ياثروا عليك نفسيا، اذا كان بالايجاب او بالسلب. انت اصلا عندك طاقه سلبيه، فعايز اي حد يديك طاقه ايجابيه. ما لقيتش حد بيديك طاقه ايجابيه مش مهم، بس اهم حاجه انك تبعد عن اي حد بيديك طاقه سلبيه. يعني مش ما يكونش في حد بيديك طاقه ايجابيه وكمان حد بيديك طاقه سلبيه وانت كان عندك طاقه سلبيه، فانت هتتدمر خالص كده. ابعد عن اي حد بيوترك، بيخوفك، بيحسسك ان هو الوقت خلاص، بيحسسك ان مفيش فايده، بيحسسك ان احنا كل اللي بنعمله ده ملوش لازمه. ابعد عن كل الناس دي، خليك بس ركز مع نفسك. وحتى لو مش هيكون معاك صحاب، احسن بكتير جدا ما يكون عندك ناس بتديك طاقه سلبيه وبتاثر عليك بشكل سلبي. وخصوصا في ليالي الامتحان بتاعه المواد وانت رايح اللجنه، بلاش ان يكون معاك حد بيديك طاقه سلبيه او بيوترك. ان شاء الله السنه الجايه تقولي وتقولوا لي ان احنا بجد حققنا هدفنا وحققنا الحلم اللي احنا كنا عايزينه. وبجد من التعليقات الحلوه جدا اللي بتجيلي على فيديوهات ثانويه عامه، ان الناس بتيجي تحط تعليق وتقول ان انا هاجي السنه الجايه واشوف ان انا حققت ايه من اللي انا كاتباه في التعليق ده. فممكن مثلا تعملوا كده علشان يكون تحفيز ليكم، وان شاء الله السنه الجايه فعلا تكونوا محققين كل اللي انتوا نفسكم فيه، وتكونوا حققتوا الحلم بتاعكم اللي كان نفسكم فيه من زمان. اتعبوا واجتهدوا، خلاص هانت. انا عارفه انكم تعبانين خالص دلوقتي وجبتوا اخركم، ولكن ان شاء الله خير. خلاص ثانويه عامه على وشك الانتهاء، والرحله بتاعتكم خلاص خلصت. ف يعني بجد هتبقوا فخورين بنفسكم مهما عملتوا، وبالمجهود اللي انتوا حطيتوه وبذلتوه في السنه دي ان شاء الله مش هيروح هدر. فبس ربنا يكرمكم جميعا ان شاء الله. بس كده يكون خلص الفيديو. لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا لي سبسكرايب ولايك علشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه، وكمان اعملوا لي فولو على الانستجرام وعلى التيك توك، بقدم هناك فيديوهات هتفيدكم جدا. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد ونصيحه جديده. سلام.